بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا عيلتي الجميله؟ طبعا احنا صورنا مع بعض وعملنا مع بعض فيديو سابق، فيديو دراسه الذره علشان نعمل مخموره للمواشي. والنهارده بالفعل زي ما انتم شايفين معايا، طبعا احنا ذكرنا ان اللودر بيجي بالشكل اللي انتم شايفينه ده علشان يهرس المخموره او يدمجها مع بعضها جامد قوي. طبعا بعد ما كانت كوم كبير زي ما انتم شايفين عمال رايح جاي عليها بالشكل اللي انتم شايفينه ده علشان نجهز المخموره بالشكل ده. طبعا بتقعد طول السنه. بصوا بقى نلمها. طبعا هي خضرة، كل ما يهرس عليها طبعا احنا بنحافظ عليها. جد فؤاد اهو، دي المخموره بتاعت جد فؤاد اصلا. ايوه. وده الحاج عمرو الحاج عربي. ايوه خبير الشكل بتاع ايه يا عم فؤاد؟ بس هو عيان عنده كورونا. الف سلامه. وعندك ناس من عند الدكتور مش من عند البكري. بكري ابراهيم ماتي. رقم تليفونك كام؟ هو مش سامع. اهو لازم تتهرس كويس جدا بالشكل ده. طبعا ساعة اللودر دي ساعة غالية جدا، فالفلاح بيجيبها لازم يجيب اللودر علشان يهرس المقطورة. انا هلف الناحية التانية واقف كده. بصوا لازم نجيب من كل اتجاه بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده. طبعا احنا فارشين المشمع في الارض، وبتتغطى كمان بالمشمع والرش زي ما ذكرت في فيديو سابق. صورت يا عم عربي؟ ما انت لو متابع يا عم عربي كنت عرفت كل حاجه، لكن عم عربي يا جماعه مش متابع معانا. عشان كده بيسأل. نعم حاج عربي. ايوه هي بنجيبه لما يجي يدوك المخموره لانه عنده خبره. تمام. ايوه ما بقربش. لا والله اهو والله بسجل. عنده مشكل جميع انواع القشور واي حاجه عند حاج عربي. عم عرب ده يا جماعه عنده مشتل في الشتله بتاعت الطماطم والشطه والفلفل، جميع انواع الخضار، الشتله عامه. تمام. طيب عرف نفسك يا عم عرب. عرف نفسك والله بجد. عرف نفسي فين؟ عندي لك محبين على النت. عندنا كل حاجه لحد الملوخيه كمان والديون. ايوه ده بدا يهزر كده. ايوه لا 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 فاهم عقول صغننه. عندنا باين عقول صغننه. ايوه والله بجد فعلا. يعني عم عربي ملم بكل حاجه، كل حاجه للبيع. يعني عنده طيور بلدي وتاجر في كل حاجه. كرنب بلدي، كرنب وبرسيم. وبرسيم برسيم تقال. 10000 برسيم. ايه؟ عندها 10 والله. اي والله. جاي لك واحد بتوعنا والله عندنا في سعيد. هو من كده تبع ده فلسطين صعيدي مش هناك. لا خلي السعيد لوحده بقى. هو صعيدي. انا ما اعرفش هو ايه اصلا. فريد اللي عارف. فريد اللي عارف نوعه. خلاص يبقى فريد بس مالكيش دعوه. وانا اعرف عنه حاجه. انا اللي بقول كده وخلاص. لما كده هتتصل على فريد ولا وحيد تبعتهم له. ماشي يا عم عرب. مفتي الجمهوريه. مفتي. لا مش مفتي، هو بيحب الخير للناس. لا والله ايوه محترم بس مش حب الخير للناس مش اساءة. براحتك يا ابراهيم افندي. مين ده؟ مين اللي هناك ده؟ ده ابراهيم بقى جاي عشان يركب اللودر بدل مجدي. ابراهيم مجدي. انا شفت الراجل ده قبل كده. جاي. ابراهيم مدين. ما اعرفش مين ابراهيم مدين بس انا شفته.
بص المخموره بتتهرس ازاي لازم طريق ده ولا هو اللي هيجيب الربش يحط عليها؟ يشبع كل حاجه بتشبع. بس هو هيمزح يمشي. الله يبارك عليك يا عم. والله يبارك عليك. بتضحك؟ ده بترد بص طبعا المخموره الصبح كانت عاليه جدا. دلوقتي بقى بعد ما نخلصها هوريك السمك بتاعها وصل بالهرس ده لحد فين. عليه الصلاه والسلام. لازم يروح عليها ويجي كده بالطول وبعدين يجيبها بالعرض زي ما انتم شايفين كده. الساعة 5 الصبح. عندي كام؟ انا بقول لك ايه؟ انا الساعة 5 انا عايز انام الساعة 4 يدخل المطار عندي خلصت ونمشي. وده نايم بيقول عادي ده. ابو قردان بصوا. بصوا ياخدها بالطول وبعدين ياخدها بالعرض زي ما انتم شايفين معايا. طبعا بعد ما يهرسها تمام ويبقى السمك بتاعها صغير خالص هنحط عليها بقى المشمع زي ما هتشوفوا معايا، ونجيب برضو باللودر نجيب الراتش نحطه برضو عليها عشان نكتمها خالص. عشان كده بيسموها مخمورة، بيخمروها. هم اخواتي ربنا يخليك. انا اعرفك انت. ما انا عارف. يعني هو بيلف كمان على الاطراف اللي هي في النهايه زي ما انتم شايفين معايا كده بالظبط. اللي احنا رحناه امبارح رحنا عند الزلمه وانا اجي لك على قابلنا عند الزلمه. هنا بقى بيقيس المخموره. وبيقيسها ليه يا عم فؤاد؟ بيقيسها ليه؟ مش بيجيب مشمع قد مشمع عرض 6 متر تمام. 8 نطلع من المشمع ده. شغل اللي تنكسر الثاني. طبعا محمد تعالى هنا انزل. والله انت جميل زي ما انتم شايفين معايا. طبعا جبنا المشمع بالشكل ده. طبعا ما فيش تحتيها مشمع في الارض وهيتفرش فوقيها مشمع. لازم نحافظ عليها من الرطوبه. ما انت عارف كل حاجه هسيبني بقى. دي حماده قبل الحته تمام. ما جبت المفروض عملنا لك اللي انا شد شويه. شد يا ام احمد شويه. شد كمان شويه يا ام احمد. شد كمان يجي نص متر كده. يجي نص متر يا ام احمد. ساعات ما استغلوش قسما بالله. عم مجدو ما زعلنا مره في اي. سيبك من اللي تحت ده. لا ما تنسش قوي بقى. يا ساره عندك عندك بس يا ام احمد بس. ما شاء الله عليها. انا عرفت من ناحيه ثانيه. كده حلو. لازم يكون موجود حد بيفهم في تغطية المكمورة علشان نحافظ عليها كويس جدا. شد لفوق لفوق يا عم فؤاد. طلع لفوق. لفوق ايوه كده. اتني بقى ناحيه جوه كده. المشمع لونه جميل على فكرة. بحب اللون ده قوي. عامله ايه عندك؟ لا حلو كده بس. مش هيحطوا المشمع البلاستيك بس، هيحط كمان المشمع اللي هو معمول بالشكاير ده واصلينه ومخيطينه في بعض. بصوا عشان هي اسمها مكمورة، بيكمروها بتتكمر.
لازم تكون فيها نسبة حرارة عالية جدا علشان ما تنشفش. جميلة. لازم يغطوها من جميع الاتجاهات ويكون مفيش اي حاجة منها باينة او منفسة بمعنى اصح اخر، اللي الفلاح عاوز يوصله في المكمورة ان ما تكونش منفسة ولا تشم الهواء نهائي. طبعا زي ما انتم شايفين معايا بعد ما غطيناها واحكمناها كويس جدا، هيبدأ بقى اللودر يشتغل بالشكل اللي انتم شايفينه معايا ده، ويجيب الراتش من هناك من الكوم اللي هناك ده ويحط عليها، هيغطيها. لازم نغطيها يا جماعة بالراتش علشان المشمع ده ما يطيرش او ما يتشالش من عليها، فلازم نحط عليها حاجة تقيلة. فدي كانت فكرة الفلاح ان هو يحط عليها الراتش بالشكل اللي انتوا هتشوفوه معايا ده. بصوا يغطيها واحدة واحدة. طبعا زي ما انتوا شايفين معايا المكمورة غطيناها بالراتش بالشكل ده الشكل النهائي ليها، لان انا مش هقدر اطول عليكم اكتر من كده. اهي بصوا بقت زيها زي كم الراتش اللي هناك ده، اللي يشوفها ما يقولش عليها مكمورة ولا اي حاجة، يقول عليها ده راتش محطوط ممكن يتاخد للارض منه. نلتقي بفيديو قادم ان شاء الله، يا رب يكون اعجابكم. يلا يا محمد اللايك، يا ريت ما تنسوش محمد باللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.